أهلا وسهلا بكم في قناة ماريانو. بعد تعب كتير ومحاولات كتير اللي أنا أفتح القناة أخيرا فتحناها. فخليني أديكم بريف سريع كده عن القناة. هي هتتكلم عن إيه؟ هي عامة القناة مش مجرد قناة أكل زي ما انتوا هتلاحظوه في الفيديوهات الجاية والفيديوهات اللي هتبقى في المستقبل يعني. لكن أنا ليه سميتها مثلا ماريانو؟ ما سميتهاش ماريانو فودي مثلا، ماريانو فود، ماريانو ياكل، ماريانو معرفش ايه الكلام ده كله، بسبب واحد اللي أنا مش عايز أخليها متخصصة فقط في الأكل، لكن هي قناتي يعني فيها تجارب شخصية، فيها خروجات، فيها فسح، فيها أماكن جديدة ممكن نعرفها زي الأكل الجديد اللي احنا هنجربه. فخليني مطولش عليكم كتير. وإحنا عامة إيه الجديد اللي احنا هنقدمه؟ يعني الناس كتير اتملت في الدنيا بيقدموا أكل، لكن إيه الجديد اللي أنا هقدمه؟ أنا هقدم الأكل اللي ما اتجربش قبل كده، اللي محدش يعرف له سكة. بمعنى المحلات دلوقتي بقت كتيرة جدا، بقت كلها فرايد تشيكن بقى وبرجر وبيتزا ومعرفش ايه والكلام دوت كله، لكن مفيش حد بيجدد. كل الناس بقت تاخد من بعضها كوبي بيست، مجرد ان حاجة طلعت ترند بقت بس كل الناس بتعملها. بمعنى زي مثلا فرايد تشيكن اتشهرت، اتملت في الدنيا كلها، بقى اي حد دلوقتي عايز يفتح مطعم يلا فرايد تشيكن. بعد كده ترند كان قبله بقى كان ترند الشاورما المصري، بعديه كان ترند الحلويات، فكان بلبن بقى وبالحلو والمحلات الكتيرة اللي فتحت في الهيصة بتاعت الحلويات والرز بلبن. وترند بقى القشطوطة ومش القشطوطة، واللي يطلع بقى بترند تاني التوكسيك والكلام دوت كله. فاحنا عامة بنمشي بنظام الترند، فمفيش حد بيجدد. احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الجديد، ايه اللي هيتقدم جديد. طالما مفيش حاجة بتتقدم جديد، بس في مطاعم لسه بتعمل الحاجات الجديدة بس محدش يعرفها، فاحنا هنا بقى مهمتنا اللي احنا نعرفها. قررت اللي انا بما ان ماريانو واسم ايطالي، فقررت اللي انا ابدأ بمطعم ايطالي، والا وهو الحطاب. الحطاب بيقدم بيتزات معمولة على الحطب من اسمه طبعا، فبتطلع لك بالطريقة الإيطاليانو شوية. فحبينا إن احنا نجرب الموضوع دوت بما إنها حاجة جديدة مش كل الناس تعرفها، مش كل الناس جربتها قبل كده، فخلينا نجرب ونشوف. عامة جايين بنطلب من الحطاب، قال لنا معلش يا فندم احنا عندنا 4 عجان فقط. 4 عجان ايه يا فندم؟ 4 عجان لارج. طب انا طالب ميديم. لا معلش يا فندم هتضطر انك تطلب لارج و4 بس. قلت له طب ازاي ده يا فندم؟ قال لي معلش بقى، لو عايز تطلب استنى بقى لحد الساعة 11. وانا اصلا كنت طالب الساعة 7، فطبعا ما كانتش احسن حاجة. فقعدت ادور 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 لحد ما لقيت مطعم اغلب الناس ممكن يكونوا عارفينه بس مش كل الناس جربته، وهو فوتوتشاريا. فهنجرب منه البيتزات اللي هي قريبة من الإيطالي شوية، وكويس اللي احنا لقيناها عنده لأن عنده حاجات كتيرة تعتبر إيطالية. ممكن نشوف هل البيتزا الإيطالية قريبة من المعايير الإيطالية ولا بعيد عن المعايير الإيطالية، مجرد بس اسما اللي هو بيعمل بيتزا إيطالية. فجبنا 5 أوردرات أو 6 مش فاكر. جبنا طبعا الحاجات اللي مشهورة بيها الإيطاليان، ألا وهي البيبروني مارجريتا، البيستو، وجبنا حاجات بقى تانية زي الفواكه البحر ومشكل اللحوم، مشكل الجبن. فهنطلب الأوردر دلوقتي ونجيلكوا بعد ما نطلب الأوردر. تمام يا جماعة، طلبنا الأوردر ووصل في ساعة و8 دقايق. احنا عامة هنبدأ بالحاجات المعروفة اللي كل الناس بتحبها عامة، ونسيب الحاجات الإيطاليان شوية نخليها للآخر، عشان طبعا يعني نسيب الحلو للآخر. تمام. فخلينا نشوف دلوقتي ايه اللي عندنا. وللعلم هو قال لي في التليفون هيوصل اوردرك او هيجهز اوردرك في خلال 45 دقيقة، فان هو يوصله في ساعة و8 دقايق فديت حاجة which is good. خلينا بقى نبدأ بأول اوردر معانا، وهو مشكل اللحوم دوت. بقى بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على بسطرمة وصدق وفراخ وطماطم وبصل وجبنة، وطبعا الصلصة بتاعتهم. لكن بصوا كده معايا،
هي اوكي، يعني لو بصينا من هنا اوكي البيتزا سن، يعني لو بصينا كده من هنا البيتزا سن، يعني قريبة شوية من الإيطاليان، اوكي تمام، لكن هي مش معمولة على الحطب، يعني ما فيهاش الكراست ديت، فاهمنا؟ لأن أغلب أصلا المطاعم اللي بيبقى إيطاليان بقى وكده بيعملوا البيتزا بتاعتهم على الحطب. الحطب كده بيدي للكراست اللي بره ديت حروقة كده بسيطة وبتبقى منفوخة شوية، لكن اوكي هي سن بس مش معمولة على الحطب، فممكن ديت ينقص من سكورها ممكن. فخلينا نشوف دلوقتي مشكل اللحوم. تقطيع صعب جدا بالذات بالشوكة دي، بكره الشوك دي. بصوا يا جماعة كتوبينج فتوبينج محترم جدا، بس خلينا ندوق. يعني بصوا معايا في الحتة اللي انا اكلتها في الاول ديت قبل ما اصور، كنت حاسس ان الصلصة قليلة قوي، يعني كنت حاسس بفقر شوية في الصلصة، لكن دلوقتي لما اكلتها حتة تانية بقى من منطقة تانية حسيت بطعم صلصة جدا. فالصلصة بتاعتهم تحفة كده وفريش، مش الصلصة اللي هي بتتعمل في باقي المطاعم، لا هي مجرد طماطم مهروسة، يعني بيزك صلصة ما بتتزودش بقى البهارات بقى والتوابل والكلام ده اللي بيغير لك من طعم الصلصة. التوبينج كبير جدا وحلو جدا، من أول مرة أشوف يعني حد بيتوصف التوبينج كده. لا وقطع الفراخ كبيرة محترمة، يعني بصوا ديت، بصوا حتة الفرخة دي يعني قطع دجاج، مش فتافيت الدجاج اللي احنا بنشوفها في باقي المطاعم. خلينا ما نذكرش بعض المطاعم يعني بيتزا هات. فأظن إن هي ممكن تقييمها يبقى 8/10. ندي تقييمات ولا بلاش؟ خلينا في التقييمات، نديها 8/10. يلا بينا نخش على اللي بعده، بيتزا مشكل الجبن. فخلينا نجرب. وعامة البيتزا مشكل الجبن بيبقى فيها موتزاريلا طبعا، تقريبا ريكفورد، استنوا كده اتأكد، فيها عضة الجبنة التركي، تقريبا فيها تركي. معلش كده خلينا نراجع المنيو. تمام، اكتشفنا ان فيها جودة حمراء، بس احنا مش حاسس بطعم اي جودة، انا حاسس بطعم الريكفورد وحاسس بطعم التركي موتزاريلا الى حد ما، بس اين الجودة الحمراء؟ لم أجد الجودة الحمراء، لكن ما أظنش يعني إن هي كانت هتضيف حاجة، يعني لأن هي ستيل بيتزا شكل جبن، يعني هم ما أضافوش حاجة جديدة يعني. فإحنا قلنا هنبدأ بالحاجات العادية وكده نخش على الحاجات المتميزة. تمام، فديت ممكن نديها لأن هي مش أجدد حاجة، وفي نفس الوقت برضو لو أنت رحت لمحل شعبي ممكن يعمل لك بيتزا أحسن من ديت بكتير، لأنه هيزود لك التوبينج. أوكي توبينج تعبان، لكن هنا حاسس بطعم كل حاجة. فديت ممكن نديها 7/10 عشان مفيش حاجة جديدة. احنا هنا بقى بنقيم على اساس ايه؟ خلينا نقول اول حاجه التجديد، يعني حاجه جديده ممكن ندوقها، مكان جديد. لو احنا قاعدين في الاستوديو يبقى التوصيل، سرعه التوصيل، خدمه العملاء هل هي كويسه ولا لا، عشان في خلال الحياة العملية بنلاقي ناس مش ألطف حاجة يعني، وفي تجارب ما بننساهاش لحد دلوقتي، يعني من كتر احترام خدمة العملاء. وبنحب المحل حتى لو أكله وحش أو حتى لو أكله متوسط، فبنحب المحل، بنحب اللي احنا نطلب منه لمجرد اللي احنا عارفين إن الأوردر بتاعنا في ناس بتهتم بيه، ولو جه غلط في ناس تعرف ترجع لنا حقنا، يعني فاهم ازاي؟ أظن إن دي تاخد 7/10 لأن هي مش جديدة بس طعمها حلو، توبنج مش كتير بس وصلت للطعم، 7/10. نخش على اللي بعده، بيتزا البيستو. استنوا بس عشان نسيت الطعم، نفس اللي انا حسيته قبل كده تقريبا، فيها جبنه ريكفورد. استنوا كده نراجع الفار، فعلا فيها جبنه ريكفورد وصوص البيستو. وهنا تقريبا مش حاطين طماطم لان هم حاطين صوص البيستو. حاجه جديده، هي جديده بس انا حاسس ان طعمها ملوخيه شويه. صوص البيستو حاسه طعمه ملوخيه، ممكن عشان هما الاتنين اعشاب او نبات يعني، فبحس اللي هو يعني طعم شبه بعضه، يعني ممكن عشان هي جديدة وعشان هي حاجة مميزة عمري ما دقتها قبل كده. وانا مش هضحك عليكم بقى اقول لكم ده البيستو دوت، ده انا كنت باكله من تانية حضانة بقى، وده انا عايش على البيستو، ده انا في دمي بيستو. لا
حاجة جديدة. هل لو أنا عندي فرصة إن أنا أجربها تاني أجربها؟ ما أظنش، لأن يعني محتواها فقير إلى حد ما، يعني هو صوص بيستو وجبنة فقط. هل اللي هما بيحبوا يجربوا حاجة جديدة أنصحهم بيها؟ أنصحهم وبشدة. ليه بقى؟ لأنه طعم جديد، يعني أنت لو طالع من بيتك تجرب حاجة جديدة فأظن إن دي تستحق التجربة. ناكل بقى آخر حتة. اللي بعده بيتزا البيبروني. من شكلها تحس ان في حاجة بتحصل، وفي اللي هي كور الجبن بس تقريبا هي ساحت ونشفت فهي مش باينة قوي. طبعا زي ما احنا ما قلنا ان انا مش فاكر قلت ولا ما قلتش، لكن البيتزا مدهننة اوفر، انت تضغط عليها كده تطلع زيت بس. اوكي، فخلينا نجرب البيبروني. تقريبا بص يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قطعة بيبروني. ألطف يعني، لطيف. أعرف محلات مش هنقول اسمها برضو، بيتزا هات بتحطش التوبينج ده كله يعني. فمن سعرها هو اوكي، سعرها مش ألطف حاجة يعني بالنسبة للأسعار كلها زي دلوقتي، فيعتبر سعرها لحد ما متوسط يعني. هو لا عالي اوفر يعني، مش ب160 جنيه مثلا والكلام ده، وفي نفس الوقت هي مش رخيصة شبه المحلات العادية اللي تلاقي تحت بيتك يعني وكده. بس من غير كلام كتير بقى، ايه، خلينا نجرب. انت مش عايز تقطع. بص كده، ده شكل السلايصاية، طبعا رفيعة جدا. خلينا نجرب، بسم الله. هو اوكي، انا لسه ما وصلتش للبيبروني. البيبرونية هنا انا تقريبا اكلت الجبنة والصلصة. مش عارف اقيم البيبروني. كلنا عارفين تعمل بيبروني يعني، مش اللي هو اقول واو بقى وراح اجربه تاني وبتاع كده. نجرب كده البيبرونية لوحدها. طلعت لي فقلت اجربها. وتقريبا ده بيبروني مدخن، عايز تعمل تدخين فيه شوية، حاجة ايطاليانو. بس ما حسيتش برضو اللي هو واو جامد بتاع. بس برضو اشيد عليهم بالصلصة، الصلصة بتاعتهم تحفة. اديها تقييم كام؟ مم. يعني انا كنت متخيل حاجة اكتر من كده، تخيل اطعم اكتر من كده، حاجة مثلا ممكن تشدني اكتر، لكن مم. ما 6.5 من 10، عشان كل الهيصة اللي كانت عاملاها ديت وفي الاخر طلعت عادية. نخش في اللي بعده. نخش في اللي بعده. بيتزا المارجريتا. اوكي، البيتزا المارجريتا عامة موجودة في كل المحلات وهي الستاندرد في كل حاجة، لكن البيتزا المارجريتا ليها قصة معينة كده، ليها قصة خاصة. كان يا مكان، كان في إيطاليا كان في ملكة، ملك وملكة، قرروا إن هما ينزلوا يتمشوا شوية في الأحياء الفقيرة اللي في إيطاليا. وأيوة، البيتزا كانت أكلة فقراء، وسبحان الله دلوقتي بقينا احنا اللي ناكلها يعني. ما علينا. وبقت دلوقتي بأسعار خرافية. فحصل ايه بقى؟ نزلوا ياكلوا في مطعم ما بتاع بيتزا، فقرر الشخص اللي هو بيعمل البيتزا يعمل حاجة مختلفة. يعمل ايه؟ كانت بالنسبة لهم مجرد عجينة، فأضاف لها بقى شوية طماطم وشوية خضار والجبنة تقريبا يعني، على حد ما أتذكر من القصة. فالملكة عجبتها جدا الأكلة ديت وبقت تاكلها كل يوم، فاتشهرت بقى ببيتزا المارجريتا على اسمها. ومن هنا بقى بدأت صناعة البيتزات والافتكاسات بتاعت البيتزات بقى، اللي هو البيبروني والمشكل جبن والكلام دوت كله والبيستو والحوارات ديت كلها. فهي بدأت من أكلة فقراء جربتها ملكة، انطلقت بقى قصة البيتزات بقى وانتشرت صيتها لحد ما وصل للعالم كله، وصل للأمريكان. وطبعا ازاي ناكل حاجة بتاعت حد؟ لازم نعمل حاجة بتاعت. فبدل ما يعمل لك البيتزا على الحطب يعملها لك في الفرن، بدل ما يعمل لك البيتزا رفيعة يعملها لك تخين يبقى اسمها بان، بدل ما يبقى التوبينج بسيط والأطعم بسيطة، لا احنا نزود أطعم، نزود جبن، نزود توبينج، ونخلي البيتزا دسمة أكتر عشان الناس تحبها أكتر، ونحط بقى عليها أناناس وحاجات غريبة كده. عشان كده الإيطاليان بيكرهوا الأمريكان في حتة البيتزا عامة، اللي هو انتوا أخدتوا حاجة من ثقافتنا حولتوها لشيء مشوه يعني، قعدتوا تضيفوا بقى الحاجات التانية. جت بقى عندها بقى صدق وبسطرمة وسوسيس وشاورما، ده الجديد بقى اللي طالع.
في فاهيتا، كل واحد وثقافته بيحطوا ايه على البيتزا، لكن البيتزا اصلها تفضل طماطم، جبنه، وممكن خضار. ممكن نعمل الحكي ده كله ونجرب المارجريتا. حاسس ان هي مش هتبقى مختلفه عن المارجريتا ناكلها في اي مطعم. طعمها وده بيبقى شكلها تمام. حاسسها شبه مشكل الجبن بس من غير جبن كتير، سادة جدا. هنا بقى احب اوضح حاجة. لما قللنا التوبينجز الصلصة بدأت تبان، والجبنة طعمها بدأ يبان، من حيث ان هي مارجريتا كصلصة طعمها باين، الجبنة طعمها باين. حاجة انا كنت حاسس ان المارجريتا بقى هتطلع بقى اللي هو عادي، جبنة على عيش وحاطين عليها شوية طماطم. لا بس هنا حاسس بطعم مختلف، مش جديد قوي بس تجربة جديدة للبيتزا المارجريتا. نديها بالنسبة اللي هي مارجريتا يعني 8.5 من 10. نخش على اللي بعده، ونخش على آخر حاجة معانا وهي بيتزا فواكه البحر. شكلها تحفة قبل ما تتشال. حتى أنا مغرقينها في الجبنة، بس طبعا عشان الجبنة ساحت ونشفت كل حاجة مسكت في بعضها. خلينا نطلع البتاعة كده اللي بالجبنة ديت وندوقها. مش عايزة تطلع. تقة. ندوقها. واو، دي واو وألف ويه وحاه وكل الحروف. يا ترى نجرب ايه ولا ايه بقى؟ تعالوا ناخد من هنا. محتاجين يقطعوها المرة الجاية. تمام. وبكده شكل بيتزا سي فود. خلينا نشوف بقى بتقول ايه. تقريبا هو فيها جمبري، وقطع الجمبري أحجام صغيرة لكن مليانة جمبري. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جمبريات، which is شيء كويس. وحاطين بقى كابوريا، صبيت باقي التوبينج بقى، خضار، جبنة، طماطم. خلينا بقى ندوق. بسم الله. تحفة. ايه، انا ما باكلش بيتزات سي فود كتير، لكن لان جربتها مثلا مرة مرتين، ولان سعرها عالي ما عجبتنيش، لان التوبينج بيبقى قليل جدا في البيتزات سي فود بالذات، فبيضطر ان هو يقلل لك السي فود ويزود بقى في باقي التوبينج كجبنة، خضار، بتاع. بتحس في الاخر انك بتاكل بيتزا خضار. هنا بقى عمل العكس، قلل لك الخضار وزود لك السي فود، فانت في كل سلايزايه شكل من اشكال الحياه البحريه. يعني هنا مثلا جمبري، الحته اللي جنبيها بيض، الحته اللي جنبيها كابوريا. طبعا دي كانت تزويقه محترمه جدا اللي هم يحطوها كده وتبقى حته صدفه كبيره في النص. كأوفرول ديت تستحق 9 من 10 بسبب توبينج، بسبب طعمها، بسبب كل حاجة فيها. عملوا البالانس المحترم اللي يخليني أحب أجي أكل البيتزا ديت كل مرة، مع إني مش من محبين بيتزا سي فود، لأن سعرها غالي، لأن زي ما أنا ما قلت ما بيبقاش فيها طعم باين قوي، لكن ديت حققت كل العوامل وعملت البالانس المناسب اللي ممكن نتكلم عليه كويس. فأحييهم صراحة على البيتزا ديت كأوفرول. خلينا بقى نشيل الحاجة ديت ونتكلم عن انفراد شوية، ايه الحاجة اللي عجبتني وايه الحاجة اللي ما عجبتنيش. اوكي، شيلنا كده كل حاجة. خلينا بقى نتكلم عن الحاجة اللي عجبتني والحاجة اللي ما عجبتنيش. احنا ممكن نقول ان طبعا بيتزا السي فود توب. ممكن ايه تاني عجبني؟ ممكن حتة مشكل لحوم. مشكل اللحوم كانت لحد ما كويسة يعني، بالنسبة لأن هي مشكل لحوم يعني، بس أول مرة أشوف مشكل لحوم حاطط فراخ على لحمة. بس ما علينا، هي كانت تجربة كويسة لأن طبعا التوبينج كان تحفة وكبير كتير، وحتة إن الصلصة باينة فيها إلى حد ما، بالنسبة لأن في أطعم كتير في حتة مشكل اللحوم which is good. مارجريتا والبيستو. بيستو عشان حاجة جديدة بس ما جربهاش تاني، أكيد طعمها جديد وطعمها مختلف لكن ما جربهاش تاني. ده طبعا رأي شخصي يعني، دي حاجة ما أقدرش أحكم عليها اللي هي حاجة حلوة ولا وحشة، لأن طبعا دي أذواق. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. طبعا بما إنها لسه أول حلقة على القناة، فأتمنى إنكم تعملوا لايك، سبسكرايب، وشير للحلقة لو عجبتكم، ونشوفكم في فيديو جديد.